على فراش المرض يرقد منذ أيام رائد من رواد طرب الملحون الخالد الحاج محمد بوزوبع. جلطة دماغية ألمت به عجلت بإدخاله إلى العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس. الوضعية ديالو الصحية كانت تدهورت ابتداء من 2005 وكان ساعة كيعيا وكيدخل للطبيب، ولكن ما كانش كيتحسن. في كل مرة كان كيدخل ما كانش كتحسن الحالة ديالو نهائيا، وهذه أسبوع تدهورت بصحته واضطرينا أننا عاوتاني نهزوه دابا للطبيب، ونتمنى على الله أنه يعجل بالشفاء ديالو. الآن هذه واحد 4 أيام الحالة الصحية ديالو كانت ماشي مزيانة بزاف، من حيث زاد عليه الحال ودار واحد جلطة دماغية زايدة على اللي كان عنده قبل، وحاليا عنده من فوق الجلطة دماغية عنده واحد تعفن في الصدر ديالو. حنايا الآن في محاولات إن شاء الله العلاج ديال الحاج. المحبون الكثر لمن لم يبخل في العطاء لما يزيد عن 47 عاما كانوا كثرا أيضا في السؤال عنه للإطمئنان على حالته وفي الدعاء له بالشفاء العاجل. كل شيء تيعيط لنا، كل شيء تيسول فيه، والله يجزيهم بخير الناس كاملين اللي عيطوا واللي سولوا عليه واللي متبعين معنا في كل لحظات الحالة الصحية ديالو، وتنتمنى له الشفاء العاجل. ونجالو المشرفين راحت البداني نهب نسيم الورد والزهر والطيب وسوسان. وبالشفاء ندعو جميعا لمن ابتهل في قصائده للعلي القدير وأثنى في مديحه على أشرف المرسلين، لمن أغنى الريpertoire الموسيقي الوطني بأزيد من 170 قصيدة وأغنية ظلت خالدة في الأذهان.